بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. عاملين ايه يا حبايبي؟ كل سنه وانتم طيبين. فيديو النهارده كفته الرز بتاعت العيد. ماشي يا حبايبي، تعملي كفته رز بتاعت الدقيق بتاعت العيد ان شاء الله. تحتاجي فيها ايه؟ لحمه مفرومه، وبصل، وتوم، وخضره، ودقيق رز. انت بقى عاملاه في البيت، شارياه من بره ما فيش مشكله. والبهارات ملح وفلفل اسمر وكمون. خلاص يا حبايبي، الكفته بقى عشان ما تفكش منك ولا تفتح ولا تفرقع. لو انت جايباها من بره اللحمه المفرومه، لازم تعيدي عليها فرم تاني في الكبه عشان تعملي لها عرق. ده ايه اللي ما بيخليهاش تفك ولا تفرقع منك وانت بتحمريها. خلاص يا حبايبي، حتى لو انت فرماها في البيت لازم تديها برضو ايه في الكبه ضربة، عشان خاطر الضربة دي لما تضربها في الكبة تاني بتعمل لها عرق، والعرق ده ما يخليهاش تفك منه. خلاص يا حبايبي، صلوا على النبي بقى وحطوا اللايك، ولأول مرة يشوفني اشترك في القناة وتابعوني يا حبايبي لآخر الفيديو. حتى لو انت فرماها في البيت لازم ايه هتاخدها فرمة تاني لوحدها كده في الكب. ربع كيلو لحمة، ده ربع كيلو لحمة، ربع كيلو عليه كوبايتين رز مطحونين. انت عايزه بقى تزودي الكميه، ضعف بقى الكميه على المعيار اللي قدامك ده. تعملي نص كيلو هتكتري في الرز، هتعملي كيلو هتكتري في الرز. الربع كيلو على كوبايتين الدقيق، كوبايتين الرز مطحون اهو، كوبايتين رز مطحونين. ده الربع كيلو اللحمه. هتضربيها الاول كده لوحدها، حتى وهي مفرومه، جايباها مفرومه جاهزه انت فرماها في المكنه عندك، لازم تديها ايه، تديها وش الكبه كده الاول كده. لازم دي بتخلي فيها بقى ايه العرق اللي يخليها ما تفكش منك ابدا وانت شغاله فيها وبتحمريها. لازم كده لوحدها كده الاول. شايفين؟ ده بقى الخيط ده بقى والعرق ده هو اللي بيخليهاش تفك منك وانت شغاله فيها. هنعمله ايه بقى؟ هتفرمي بقى، نفرموا البصله الاول. لازم كده تقطعيها، متحطهاش كده عشان تبقى ناعمه. ربع كيلو عليها بصلتين صغيرين زي ما انت شايفه كده اهو، بصلتين صغيرين. متعملهمش كلهم، لازم تبقى ناعمه، وعليها 3 فصوص توم كده كده اهو، وخضره مع بعض الاول كده حبه حبه. متحطهاش كلها، حطوها ايه على مرتين. حطوا لايك يا حبايبي لاول مره يشوفوا القناه. كل سنه وانتم طيبين. لازم العيد ده عيد يعني كفته،
كفتة الرز دي تعملي الكفتة في العيد لازم. اعملي بقى نص كيلو، تعملي كيلو بالمقادير دي، تزودي وتضعفي الكمية زي ما انت عايزة. حطوا بقى البصل واحدة واحدة كده عشان تنعم، متحطهاش كلها مرة واحدة. ها، هي بتاخد بصلتين، هتعملي برضو ايه كل واحدة لوحديها مع التوم كده. ماشي حبايبي اهو. وبقية البقدونس هتحطيها. اها كده عشان تبقى ناعمة. كل حاجة كده لوحديها عشان ايه تنجح معاك. بعد كده بقى هتحط ايه اللحمة تاني مع الخضرة اهي وتضرب. تزودي بقى ايه حبة حبة كده، ما تحطهاش كلها مرة واحدة. شايفين شيلوا منها بقى شوية كده. حط بقى ايه وهي في الكبة كده الرز شوية شوية معاها كده. برضه تحط شوية كده رز، هنحطه ايه كوباية وكوباية، لا كوباية هتحطها معاها وكوباية تعجنيها انت بقى.
نطلعوا الحبة دول ونحط الحبة الباقية. حط بقى الباقي ده ومعاها شوية الرز، بقية الكوباية التانية اهي. لازم كده وتعمليها واحدة واحدة عشان تنجح معاكي وما تفكش منك وانت شغالة. صلوا على النبي يا حبايبي، حطوا اللايك يا حبايبي، وفعلوا الجرس، اشتركوا في القناة وتابعوني يا حبايبي. شايفين؟ يا حبايبي شايفين؟ حط بقى ايه اما الرز بقى الكوباية التانية حبة حبة لحد ايه لما تلاقيها مش محتاجة. لو احتاجت رز تاني اهو، ربع كيلو على بصلتين، أربع فصات ثوم، كوبايتين دقيق. حطي بقى البهارات، ملح وكمون، فلفل اسمر اهو. مين يا حبايبي؟ عجناها بقى كده بايديكي. حط بقيت برضو كوباية الدقيق اهي، خدوا الكوبايتين اهو. حط الكوبايتين الرز واحدة واحدة. حط كوباية الأول وانت بتطحنيها، ولما تخلصي لو احتاجت الكوباية التانية حطها كلها، خدتها كلها. خلاص يا حبيبتي اهي، خدتهم كلهم. فعلوا الجرس يا حبايبي واشتركوا في القناة، ولأول مرة يشوفني وتابعوني. حاجتنا كلها على قد الإيد. ادي كفتة الرز اهو. اعمليها بالطريقة دي، عايزة تعملي كيلو تعملي 2 كيلو. حطي كده تبلي يديكي زيت
وتعمليها. ممكن تعملي منها الكبيبة، هي نفس العجينة ونفس الخلطة. تعملي منها برضك الكبيبة الغمراوي، هي نفس العجينة ونفس الخلطة. انا حابة احمرها واطبخها واوريها لكم في فيديو تاني ان شاء الله. فيديو تاني هبقى احمرها واوريها لكم، احطها في الصلصة وبوريها لكم. شايفين يا حبايبي؟ ربع كيلو اللحمة المفرومة على كوبايتين دقيق رز على بصلتين والخضرة والبهارات والثوم. عايزة تزودي نص كيلو لحمة بياخد 4 كوبايات رز، والكيلو بياخد 6 كوبايات رز مطحون. حطوا لايك يا حبايبي، اشتركوا في القناة، انا متشكرة. المتابعين بتوعي والمشاهدين بتوعي الجداد، وكل سنة وانتم طيبين. ساعدوا بعض وحبوا بعض، القنوات الكبيرة تساعد الصغيرة، وحبوا بعضكم عشان الدنيا تمشي. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي، اجعلوا عيد سعيد عليكم يا رب، وينصر فلسطين واهل فلسطين يا رب. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي، وتابعوني، حاجتنا كلها على قد الايد. اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس عشان القناة تكبر بيكم.